الأخوات والأخوة، إن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط. وأنا من قديم ممنوع من الذهاب إلى أوروبا وإلى أمريكا لأني رجل إرهابي. لم يدعوني الأوروبيون ولا الأمريكيون، وكثير من العرب لا يدعونني أيضا. إن خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال. بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، دولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا.